السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، والنهارده جايبه لكم الفيديو الاخير. وكمان جبت لكم من الاول خالص ومسرعه الفيديو علشان اوريكم من الاول احنا كنا بادئين ازاي وانهينا ازاي. وهسيب لكم برضو لينك الفيديو في الوصف، الفيديو اللي هو قبل ده. اول حاجة بدأنا بيها ان احنا نظمنا الأوضة وضبناها ونضفناها، وكمان بدأنا نعمل معجون في اي حتة، مثلا مخرمة، مكان مسامير، حتة مشروخة وكده. بدأت ان انا اقفل الشرخ واجيب لكم برضو كمان كل حاجة من الاول خالص، واجيب لكم الفيديو من اول ما كانت الأوضة عاملة ازاي وكنت فرشاها، واجيب لكم دلوقتي. اول حاجة بدأنا بيها وهي المعجون علشان ننضف اي حاجة في الحيطة. وبعد كده عملنا السقف. طبعا السقف انا دهنته ابيض، مرضتش ادهنه اي حاجة تاني لان الابيض بينور. وبعد كده بعد ما دهنت السقف، اللي دهنت بيه السقف دهنت بيه الحيطة علشان ادي وش ابيض زي كده. انا كنت هعمل اللون الحيطة سيلفر، بس مرضتش، قلت اعملها فانيليا لاتيه واغير شويه، لان انا في الاول خالص لما كنت ساكنه كنت عاملاها رمادي فاتح زي السيلفر كده. وهنا بقى ركبنا البرواز ده وعجبني، وقلت اغير بدل ما اعمل حيطه الوان او هسيبها ساده، فقلت اعمل شكل بالشكل ده. وهنا بدأنا ان احنا نعمل اللون الاساسي اللي هو فانيليا لاتيه بعد ما ادينا لها وشين من الابيض، غير كمان المعجون. واللي فوق ده شباك طبعا هحط عليه ستارة، وهنا في دخلة الباب برضو ستارة. واللمبة دي انا معرفتش احطها فين او اشيلها، فعملت ليد احسن. وبدأت ان احنا نظبط الدنيا كده. وعايزة اقول لكم الفرق كان شاسع جدا، انا نفسي ما كنتش متوقعة. هنا بقى عملت اللون ده، نفس اللون اللي انا كنت عاملة بيه اللي هو البرواز، بس ده هيبقى غامق شوية علشان الدخلة ما تتوسخش مني، او مثلا حد من الاطفال يحط ايده عليها وايده مش نظيفة كده يعني. وهنا بقى علقنا دي الصورة دي بجد في قلبي جدا وبحبها. ومكان البرواز الاسود ده اللي مكتوب فيه صورة الاخلاص هحط ساعة او مراية. وقلت احط هنا الكنب، الكنب بتاعي اتدمر جدا، بس قلت مش مشكلة، ان شاء الله واحدة واحدة ابدأ اجدد. فحطيته هنا، حطيت الركن هنا، وحطيت بتاعة المصاحف هنا، وهنا بتاعة التلفزيون. وان شاء الله احاول برضو ان انا اجيب شاشة. وركبت الستاير، بس الفرش محتاج يتغير او يتنسق مع بعض، فهوريكم بقى بعد ما ركبنا الليد، وهوريكم بعد ما فرشت كل حاجة. بصوا انا هنا نورتلكوا الليد ووريتكم انا كنت عاملاه ازاي. انا كنت هلف على الصالة كلها بس ما كفاش الصراحة. بصوا لما ببدأ اغمي النور زي ما انتوا شايفين كده بيبقى احلى واحلى. بجد بجد في فرق كبير جدا. هوريكم كمان فيديو في الاول وانا كنت فرشة الصالة دي من غير ما اعمل فيها اي حاجة، بجد راحة نفسيا. وعايزة اقول لكم كمان كل ما تقوموا تعملوا حاجة في بيتكم او في اوضتكم بجد انتوا هتحبوا الموضوع وهتحبوا الفكرة، وهيبقى الروتين سهل جدا وبسيط، مش هياخد وقت ولا تعب ولا مجهود، هو بس هيديكي راحة نفسيا كده في المكان. طبعا الارض دي انا هداريها، وكمان هعمل حاجات كتير قوي في الارض دي بسبب كده عقبال ما نجيب السيراميك ان شاء الله. فمش عارفة بقى افرش السجادة دي والحفظة دي ولا اغير الستاير، فقلت افرش دلوقتي مؤقتا لغاية ما لغاية ما اعمل الستاير. فممكن اجيب الستارة النبيتي واحطها، لا اما اغير بقى الحفظات وكده. فقولولي برضو رأيكم، يعني انا بصور عشان تقولولي برضو رأيكم هعمل ايه واحط ايه وافرش ايه وكده. والكنب برضو لسه هجيب له فرش. فانا ببدأ واحدة واحدة ومعاكم برضو خطوة بخطوة. وجعل بينكم مودة ورحمة، بجد انا بحب الصورة دي جدا، فحطيتها هنا في الدخلة. وفي الوش هنا زي ما قلتلكوا لا احط مراية لا اما احط اسمها ايه ساعة. تمام كده. وقولولي برضو بتاعة المصاحف دي حلوة هنا ولا احطها هناك في الدخلة، فلسه مش عارفة. فانا عملت اصلا المربع ده
عشان لو جبت شاشة. فادعولي بإذن الله ربنا يصلح الحال وان شاء الله يبقى احلى واحلى من كده بكتير. فعايزة رأيكم برضو في حاجات حوالين برضو السجاد افرشه موكيت ولا لأ، عشان الموكيت بيملى التراب فانا مبحبش كده. وقولولي برضو الالوان انسقها ايه او اجيب لون ايه الفرش او كمان الستاير او الحفاظات او السجاد. يعني برضو انا معاكم خطوة بخطوة ومستنية رأيكم في الكومنتات. ولو لسه اول مرة تشوفوا الفيديو بتاعي متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبجد المنظر بجد انا عاجبني اوي، بس لسه الجنب ده كده هفرشه اي فرش عندي عشان المنظر ده. بصوا بجد بجد تحفة. يعني هوريكم الفيديو دلوقتي اللي هو قبل ما نعمل الكلام ده خالص لما كنت فرشاه. بصوا الفيديو اهو، وكنت عامله لكم برضو روتين على الفيديو ده، هسيب لكم اللينك في الوصف تمام كده. وكنت برضو عامله روتين وصورته لكم وهسيب لكم اللينك. وعايزه اقول لكم في فرق شاسع جدا، وبجد الفرق ده عجبني قوي لان دي راحه نفسيه ان انتي تقومي تعملي حاجة مثلا او تغيري حاجة في البيت او تجيبي حاجة جديدة. دي بتريحك نفسيا وبتخليكي مبسوطة وفرحانة. فادعولي دايما يا جماعة ان انا اصور لكم وانزل لكم التجديد ده. وكمان وقفوا معايا وساعدوني في انكم تفعلوا القناة وكمان تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتشاهدوا الفيديو للاخر. انا مش محتاجة حاجة غير كده، دعمكم ليا وتشجيعكم ليا وكمان رأيكم في كومنتات. يعني اقفوا معايا وقولولي مثلا الفرش نغيره نجيبه لون ايه والستاير وايه يمشي مع ايه كده يعني. وهنا وصلنا لغاية الفيديو واتمنى يكون الفيديو عجبكم. وزي ما قلتلكم متنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ولايك. سلام.